كل حكاية ليها بداية وليها نهاية، تيجي من موقف أو تتولد من ذكرى، وإحنا عشان نحكيها لك حنجيبها لك من عرّف. أنا راسيا سعادة، أهلًا بيكم في حلقة وحكاية جديدة من عرّف. تخيل كده لو جهة إنتاج قررت تجسد سيرتك الذاتية كمواطن، وبعد مراحل كتير من الcasting عشان يجيبوا ممثل يقدم حياتك في فيلم، فيفشلوا يلاقوا، ويقرروا في الآخر يجيبوك أنت شخصيًا عشان تمثل دورك في الحياة. هتستغرب؟ إمم، ما أظنش، لأنه ده نفس اللي حصل مع الأمين عبد الله سنة 1967 لما المخرج حسام الدين مصطفى جابه يأدي نفس دوره اللي عمله في الواقع. بس قبل ما نعرف الحكاية دي تعالوا نرجع بالزمن شويتين 3 كده لورا، بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1944 الساعة 1:15 بالضبط، الزمالك أو الحي الهادي في القاهرة. حصل فيه واقعة اغتيال السيد والتر إدوارد نيلس المعروف باسم اللورد موين. اللورد موين كان بيشغل منصب وزير المستعمرات البريطانية في الشرق الأوسط، وفي نفس الوقت بيدير ملف السياسة البريطانية في فلسطين، وكان متواجد في مصر في زيارة دبلوماسية. تم اغتياله في مدخل الفيلا اللي كان مقيم فيها في الزمالك على ايد شابين من منظمة شتيرن الصهيونية المتطرفة، الياهو بيت والياهو حكيم. المنظمة بالبلدي كده كانت عايزة تضرب عصفورين بحجر واحد، تتخلص من الرجل اللي ضد سياستهم التوسيعية في فلسطين، وفي نفس الوقت يطلعوا مصر قصاد العالم مش عارفة تحمل رعاية الأجانب عندها. بس الحقيقة إنه ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، عشان إحنا ناس طيبين وربنا بيحبنا. الشابين بعد ما نفذوا الاغتيال وأثناء هروبهم القدر حط في سكتهم نجم الحدوتة والحكاية النهاردة، الأمين عبد الله. الأمين عبد الله كان على رتبة كونستابل في البوليس المصري، ودي رتبة بين الضابط والعسكري، حاجة كده زي صف الضابط دلوقتي. المهم، على موتوسيكل بسرعة رهيبة اخترق الأمين عبد الله شوارع القاهرة بحثا عن شابين على عجلة هربانين بعد ما اغتالوا اللورد موين. قدر الأمين عبد الله يمسك الياهو بيت الأول وسلمه العسكري مرور في الشارع عشان يكمل طريقه ويمسك الياهو حكيم ويتم تسليمهم للبوليس وتقديمهم للمحاكمة. وبعدها يكرم الملك فاروق الأمين عبد الله ويمنحه نوط الجدارة الذهبي باعتباره الرجل اللي أنقذ سمعة مصر. بعد 23 سنة وتحديدا في 25 سبتمبر لسنة 1976 أنتجت السينما المصرية فيلم جريمة في الحي الهادي، واللي قصته بتتناول واقعة اغتيال اللورد موين وقدرة البوليس المصري في القبض على المتهمين بمهارة وتمكن. وده كان الهدف من إنتاج الفيلم، لرفع الروح المعنوية للمصريين بعد نكسة 67. مخرج الفيلم حسام الدين مصطفى عمل حركة تعتبر مميزة ونادرة لما قرر يجيب الأمين عبد الله بنفسه عشان يجسد نفس دوره في الحقيقة داخل أحداث الفيلم، عشان مشاهد الأمين عبد الله في الفيلم تكون مصنفة كأكثر المشاهد مصداقية على الإطلاق في السينما المصرية. ما هو أصل يعني ما فيش مصداقية أكتر من إن أجيبك أنت شخصيا تعمل دورك في الحياة جوه الفيلم. الأمين عبد الله عمل دور مميز في فيلم من أجمل أفلام السينما المصرية، واللي فعلا كان ليها دور مهم فنيا في إن المصريين يعرفوا قدرات البوليس المصري في مواجهة العصابات الصهيونية. جريمة في الحي الهادي، تأليف حسن رمزي وبطولة رشدي أباظة ونادية لطفي، وطبعا الأمين عبد الله وإخراج حسام الدين مصطفى. وبكده تكون خلصت حكايتنا، واستنوا معانا حكاية جديدة مع حلقة جديدة في